بص يا غالي، طالما دخلت الفيديو ده بعد ما شفت الصورة المصغرة والعنوان بتاع الفيديو، فانت شخص اكيد عاوز يحسن من وضعه المادي. فتعالى بقى اعرفك ازاي هنبدأ الاستثمار. وعاوز اقول لك ان الاستثمار عبارة عن رحلة، وكل رحلة ليها مراحل لازم نمر بيها. فتعالوا بقى نعرف ايه هي المراحل دي. وعاوز اقول لك ان احنا هنا هنتكلم عن الشخص اللي بادئ من الصفر. واول مرحلة لازم نعملها اننا ما يكونش علينا اي ديون. ما ينفعش تكون انت شخص مديون وعليك اقساط هنا واقساط هناك وتقول لي انا عاوز استثمر وانت شخص مش عارف يسد الديون اللي عليه. طيب هنفترض ان انت شخص ما عليكش اي ديون او كان عليك ديون والحمد لله اتخلصت منها. يبقى كده هندخل على تاني مرحلة، وهي ان الفلوس اللي هتستثمر بيها لازم تكون ملكك. فما ينفعش الاقي حد يقول لي انا هاخد كارد عشان ابدا باستثمار. عزيزي المبدع في تفكيرك، ما ينفعش. اولا لانه حرام، ثانيا نقطه انك ملزم بدفع اقساط هيعمل ضغط عليك انت في غنى عنه، وده كفيل انه يخليك مش عارف تركز مع الفلوس عشان تستثمرها صح. طبعا هيجي واحد دلوقتي ويقول لي يا عم ما في ناس خدت قروض وعملت بيها مشاريع ونجحت. عاوز اقول لك ان دول استثناء لانهم قليلين مش هم القاعده. نروح للمرحله الثالثه وهي مرحله تجهيز الفلوس، او بمعنى اخر التحويش او الادخار، او سميها زي ما تسميها. المهم انك لازم تكون عارف ان المرحله دي هي اهم مرحله فيهم. وللاسف زمان كنا مفكرين ان الادخار ملوش غير طريقه واحده، وهي انك تركن جزء من فلوسك كل شهر على جنب لحد ما يبقى معاك مبلغ كبير. وده كان اكبر غلط، لانك بعد فتره ممكن تكسل انك تحوش، وحتى لو التزمت وحوشت فمع مرور الوقت قيمة الفلوس بتاعتك هتكون بتقل بسبب التضخم. طب ايه الحل؟ انا هقول لك الحل سهل وبسيط، بس لازم تحدد مشكلتك الاول. هل انت مشكلتك في ان قيمة الفلوس بتقل، ولا هل مشكلتك انك مش بتعرف تلزم نفسك بانك تركن فلوس كل شهر على جنب؟ طب خلينا نبدأ بحل المشكلة التانية، وهي انك مش بتعرف تلزم نفسك بانك تركن جزء من فلوسك كل شهر على جنب. بيتهيألي في وجهة نظري ملهاش غير حل واحد، وهي انك تلزم نفسك بجمعية. طب لو انت مش لاقي حد مضمون تدخل معاه جمعية، فالحل بقى بسيط. عندك ابلكيشن كتير بقى مختصين بالحوار ده، واشهرهم وناس مضمونة وعن تجربة شخصية وهو ماني فلوس. وميزة الجمعية ان هي بتلزمك بانك تحوش جزء كل شهر بغض النظر عن الظروف اللي انت فيها. طيب نروح لحل المشكلة الاولى، وهي ان قيمة الفلوس بتقل. دي ليها اكتر من حل وانا هحاول اوضحهم لك كلهم، وانت اختار الحل اللي يناسبك وامشي عليه. وعلى فكرة كلهم بينطبق عليهم نفس الاسم، وده اسم انا مخترعه من دماغي، وهو التحويش الاستثماري او الادخار الاستثماري. وتعالى اقول لك انا ليه مسميه كده. اولا لان عن طريقه بتعرف تحوش، ثانيا بتحافظ على قيمة الفلوس وممكن تزودها، وده على حسب الحل اللي انت هتختاره. تعالى بقى نروح للحلول. واول حل وهو انك تحوش الفلوس في هيئة عملة نقدية قوية زي الدولار او الريال او الدينار. والحل ده انا عن نفسي مش بفضله قوي، بس في ناس كتير بتتبعه، وهو في الاول وفي الاخر يعتبر حل لان العملة بتاعتنا رايحه في الضياع. نروح لتاني حل وده انا بفضله شويه، وهو انك تحوش الفلوس بتاعتك على هيئه ذهب. طيب حد ممكن يجي يقول لي ده بالله انا بحوشه كل شهر ما يكفيش ان انا اشتري بيه ذهب. هقول لك سهل، احوش كل شهرين او 3 على بعض وبعد كده اشتري بيهم ذهب. والحل ده بيبقى كويس جدا لو انت شخص مش بيحب يوجع دماغه، او مش من النوع اللي بيفضل انه يتابع تغير الاسعار كل شويه. بس اهم حاجه وميزه في الحل ده انه بيحافظ لك فعلا على قيمه فلوسك. نروح للحل الثالث، وده بيدخلك في مرحله اعلى شويه، لان عن طريقه بتعرف تحوش وبتستثمر وبتزود فلوسك. وكمان اهم واحسن ميزه فيه انك تقدر تبدا فيه باي رقم حتى لو 100 جنيه، وده عن طريق انك تخصص جزء من قبضك كل شهر وتشتري بيه في البورصه. طيب حد هيجي يقول لي يا عم انا مش بفهم في البورصه ولا اعرف فيها اي حاجه. هقول لك سهله، الموضوع بسيط، لان دلوقتي بقى فيه اكتر من ابلكيشن على الموبايل تقدر عن طريقه تدخل البورصه المصريه وتتعامل بيه، واشهرهم واسهلهم وعن تجربه شخصيه وهو تطبيق صندر. ادخل وشوف وتعلم، ولحد ما تتعلم وتتجرأ وتاخد خبره تقدر تشتري في صناديق الاستثمار. وبعد كده لما تفهم وتتعلم وتكتسب خبره ابدا اشتري في الاسهم، وبكده انت بتحافظ على قيمه الفلوس وبتزودها. طيب اخترنا الطريقه اللي تعجبنا سواء ذهب او اسهم او دولارات او غيره، وحوشنا وبقى معانا مبلغ محترم. هل نقدر نستغله في حاجه افضل؟ هقول لك وبكده ندخل على المرحله الرابعه، ودي فيها اختيارات كتير اشهرهم انك تفتح مشروع. طب مشروع ايه وهفتحه ازاي؟ هقول لك ما تقلقش، بقى معاك طه وتقلق. روح شوف قائمة المشاريع دي هتلاقينا ملخصين فيها حوالي اكتر من 10 مشاريع. طيب لو انت شخص مش متقبل فكرة انه يفتح مشروع، فانت كده محتاج تعرف باقي الاختيارات بتاعت المرحلة الرابعة بالتفصيل، بس ده هيكون في فيديو جاي قريب على القناة بإذن الله. ما تنساش بقى اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك الفيديو اللي جاي. سلام.